إيلو إيلو جيسبر تكونوا بخير ولاباس عليكم ومهنيين وفرحانين. مرحبا بكم معايا في البودكاست الجديد ديالي اللي غادي نهضروا فيه على التعامل مع الراجل وكيفاش تخلي راجلك يحترمك ويبغيك بالتعامل ديالك. اول حاجه قبل ما نجيو نهضروا على هذا الموضوع هذا، كاين بزاف د الحاجات اللي خصنا نفهموهم قبل ما اننا نحاولوا نتعامل مع الراجل. خصنا نفهموا الراجل كيفاش هو كيبغي يشوف المراه ديالو باش انتي تجيك ساهل التعامل. اول حاجه اللي خصنا كاملين نفهموها، الراجل ما كيبغيش يكون مع راجل. سيتاتير كو الا شافك انتي ناقصه في الانوثه ديالك وكتخرجي في عينيك وتنوضي وتحزمي ليه وتبداي تغاوتي معاه، عاد راه ما كيبقاش يحملك. دونك اول حاجه خاصكي تعرفي انه انتي مراه وهو راجل. جو سي كاينه ليغاليتي وما نعرف شنو، مي ما كيعطيناش لوتوريزاسيون باش نوليو رجاله، باش نوليو نخرجوا في عينينا. ربي خلقنا عيالات، خلقنا نساءاتنا حساسات حنانات، وهادشي اللي كيميزنا على الراجل وهادشي اللي كيخلي الراجل يبغينا. بيان سور نعطيك اكزامبل، انت الا كنتي مع راجل وهذاك الراجل شفتيه مبنت ما يبقاش يعجبك، حيتاش هذيك الحاجه فيك انت هي كتولي تشوفي ديغولاس هذاك الراجل مبنت. مي راه العكس صحيح بالنسبه للراجل. دونك الراجل ملي كيكون مع امراه وكيشوفها كتعامل كيف ما هو كيتعامل، ما كيبقاش يشوف هذاك الحنان وديك الانوثه وداك الشيء، ما كيبقاش يحملك. دونك اول حاجه اللي خصك تخدمي عليها الانوثه ديالك والتعامل ديالك مع الراجل. الانوثه ديالك في الهضره، ماشي غتبقاي صوتك هكا كاينه طالع للسما وكتجاحدي معاه وتغاوتي. لا، خصك تكوني حنينه في الهضره ديالك، تكوني كتعرفي وقتاش تهضري، تكوني ترونكيل كالم. ما يفيكش قوه البلا بلا ونغير وعلاش حطيتي وعلاش درتي وعلاش ما حملتيش وعلاش. نو، الرجال ما كيبغوش العيالات اللي كيكونوا بروالات وشو نهضر بزاف ونقيرات وكتبقى تغاوت وتطير وتنزل معاه في الارض. حاولي تخدمي لو كوتي ديال الهضره ديالك مع راجلك، ماشي انت راجل وماشي انت اللي غتبقاي تجحدي معاه وتخاوتي معاه. تاني حاجه اللي الراجل ما كيبغيهاش في المراه، اللي كتكون كتعامل الراجل من لو كومبورتمون ديالها في الحياه العاديه. بحال مثلا كتبقى تهزي كلشي بوحدك وتعولي على راسك بوحدك وديري راسك كي راكي انتي. ماشي شوفي، كاين فرق ما بين تعولي على راسك في حاجات ايجابيه اللي غنهضروا عليهم من بعد في قوه الشخصيه ديالك، وما بين حاجات اللي عندهم علاقه بالحاجات بالخدمه ديال الراجل. ان اكزومبل، انتي كتجي وتهزي البوطه وتجمعي الدار وتهزي السدادر وتديري داكشي اللي انتي راه ضعيفه كامراه، بنتي كديريه كامل هو كيولي يشوفك بحال راجل. فريمون كيشوف راسو بحال معاشر مع راجل ماشي مع مرا. كل واحد والخدمه ديالو اختي. ملي تكون عندك حاجه ثقيله عيطي لي اجي هزها، ملي تكوني عندك البوطه اجي هز البوطه، ملي تكون عندك شي حاجات بحال مثلا شي حاجه ثقيله شي حاجه، راه الدور ديالو راجل. ما عمرك ما تحطي راسك في بلاصه الراجل وباش تقولي ايوا حبيب ديالي ما نخليهش يهز البوطه ثقيله عليه نهزها انا. ايوي لا راكي ماشي صاحب ولا عشير ولا صاحبتي. شويه ديال الانوثه خليه يجي يهز هو في ديك اللحظه كيحس براسو راه ما نعرفت شنو دار. حيت سي فغي راه خدمته هذيك وخصو يحس براسو دار شي حاجه، باسكو حنا العيالات حساسات وكنبغيو اللي يهتم بينا. الحاجه الاخرى هي قوة الشخصية. الرجال راه كيموتوا على المرأة اللي عندها قوة شخصية. قوة الشخصية بليسونس ديال ماشي بيتجحدي وتخرجي في عينيك وبداي تعاملي معاه خايب وما نعرفت شنو. بقوة الشخصية في التعامل ديالك هزة دارك. كتقدري تمشي تسوقي تمشي ديري وتجيبي ودي ولادك للمدرسه، عندك خدمه ديالك اللي كتخدمي عليها، مقاده دارك، مقاده، عندك الراي ديالك في الدار، حاجات ما عجبوكش كتقدري انك تاخدي القرارات ولكن باحترام راجلك.
سيتادير ماشي تبقاي غير نتي ولي جا ديريه لراسك، مي نو تكوني مثلا، نعطيك ان اكزومبل. مشيتي مثلا تقداي مع راجلك في شي بلاصه و وما عجبكش هذيك الحاجه اللي غتاخدو، شي حاجه مثلا لا ديكو ديال الدار ولا شي حاجه، وكان معاكم الراجل اللي هذاك الكوميرسيال اللي غيبيع ليكم، وجا وانتي في هذيك اللحظه قوه الشخصيه ديالك ما عجبتكش ديك الحاجه، انسانه ضعيفه غتقول واخا ناخذوها ماشي مشكل. مرة اخرى اللي عندها الراي ديالو ما عجبتهاش هذيك الحاجه، ما غاديش تجي تقولي نو ما عجبتنيش قدام الراجل وتنقص من راجلها، غتحاولي انك تتعاملي معاه بطريقه استراتيجيه، توصلي ليه المعلومه بطريقه غير مباشره قدام السيد. من بعد غتجلسي انت وياه تقول ما عجبتنيش هذيك لا كولور، ما غاديش مع الصالون، وهذه فهمتي. حاولوا انكم تكونوا ذكيات، ماشي تخدمي غير هكاك. في اللحظه هذه غتكوني عطيتي قيمه لراجلك انك ما هبطتيش كلمته قدام هذاك السيد اللي كيبيع، و اون ميم طون عطيتي الراي ديالك بينك وبينه ويحترمك. دونك هذه هي قوة الشخصية، تكوني إنسانة عارفة الحاجات اللي كتبغي وعارفة الحاجات اللي ما كتبغيش، وماشي تبقاي معولة 100% على راجلك. حاجات الاخرين اللي هما الانوثه ديالك، راه الانوثه فيها لو كومبورتمون، هاد الحاجات اللي قلتهم لكم ديال التعامل، ديال تكوني كالم، ما تغاوتيش ولا تعصب فيها، لان ما تبقايش تعصبي معاه وتهزي وتحطي وتضاربي. تعصبتو خليه يهضر و... ولاني ملي يكون يهضر وانت بقاي تنوضي، قيدي مزيان، ومنين تقول شي كلمه ما هياش نوطيها، ماشي ديك الساعه تقول لك مثلا شي كلمه وتنوضي ليه هو انت هو الحانز والفاعل والتارك، وعرفتي في هذيك اللحظه هو كيزيد يذمم لك، طق 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 كدور عليك السينتا. دونك ما خاصكش تخلي السينتا تدور عليك، جلسي وتكالمي، نهار تطفى الموضوع وتطفى الحاجه هو يبرد، قولي لي اجي نهضروا، ها شنو درتي وشنو درتي وشنو درتي، غتعاودي ترجعي ليه ديك الحاجات، هو اللي غيولي يطلب منك السماحه. ملي كتكوني كتعصبي وجو سوي سيغ سيغتان كو الاغلبيه ديالكم البنات بحال كما كان كيطرى لي انا مع راجلي في الاول، تجي كدور عليك السينتا بطريقه او اخرى، كتولي انت هي اللي فيك المشكل حيت قلتي شي كلمه اللي جرحاتو. دونك فوالا هاد الحاجات اللي عندهم علاقه بلو كومبورتمون ديالنا. والحاجه الاخرى اللي غنهضر عليها غير دغيا باسكو من بعد غيطول الفيديو، انا بغيت نهضر على هذا الموضوع في دي فيديو صغارين باش كل مره نجبدو حاجه ونتعمقوا فيها. الانوثه ديالك تهلاي في راسك، عطي قيمه لراسك. آه ما تخليش حاجات دوزيهمش، بحال مثلا العناية بالنفس ديالك، لحمك ديما يكون رطب، دي غوماج، دي ماساج، دي كريم، وجهك يكون رطب حتى هوايا، و دي ماسك حتى هو دي كريم، وتنقيه وليبيلاسيون لو كور ديالك، وشعرك ديما نقي ورطب، فهمت، وتهلاو في راسكم في هاد الحاجات. من بعد غادي نجي نتعمق فيهم ونهضروا عليهم مزيان. سو البنات الا عجبتكم لا فيديو ديالي نتلاقاو ان شاء الله في البودكاست الجاي اللي غنهضروا فيه حتى هو على نفس الموضوع. بيزو.